الله كلمني العصر وقال إن عندهم كشتة بالبر وعليها المساند والزولية وما عنده فلوس. قلت له خلاص بديك الزولية اللي في سيارة أبويا، بس مساند ما أقدر لأن زوجة أبويا بتلاحظ. وفعلا جاء وطلعت الحوش أحاول أرمي له الزولية بس كانت ثقيلة وما توصل للجدار وتطيح فوقي وهو يجلس يضحك. آخر شيء قال أديني هي من عند الباب. زيت وكبيتها على أطراف الباب عشان ما يطلع صوت وفتحته بشويش ودفيت الزولية. قام فتح الباب ودخل وأنا خفت إن أبوي يشوفه. سحب شعري شد لي هو وأخذ الزولية وهرب. وأنا أقول له أوريك يا كلب، أرسل لي على طول بنشوي اليوم وإذا بقى شيء بجيب لك بالليل بس مو أكيد، وأرجع الزولية مرة واحدة. قلت له ما أقول لا زايد كذا بيبسي. بعد صلاة العشاء وأنا بغرفتي دخلوا علي عمي وجدتي فجأة ووجيههم سوداء وواضح فيهم شيء، وزوجة أبويا واقفة عند الباب تبكي وتطالع فيني. أكيد هذه العلة مسوية سالفة جديدة وفيلم جديد وتبغى تتبلى علي. لكن جدتي ضمتني وعمي جلس مثبت يدي ويقول قولي لا إله إلا الله. أول شيء جاء في بالي أبويا لأني ما شفته أبد هذاك اليوم، ولأن زوجة أبويا قاعد تبكي وأخواني يبكون. بس قالوا أخوك سوى حادث وتعبان مرة. قلت كيف تعبان وإيش جاه؟ قالوا كسور بسيطة. قلت وين الحين؟ قالوا بالعناية. قلت بروح له. قال عمي لا الحين عنده ناس وفيه رجال يزورونا وبكرة تروحين إن شاء الله. زوجة أبويا صياحها زاد وتشاهق وعرفت من الصياح هذا إنه مات. سألتهم بكل هدوء مات؟ قاموا يذكروني بربي ويمسكون وجهي وأنا مغمضة وماسكة راسي لما قال عمي محمد يطلبك الحل يعني مات. الحادث كان غريب مرة، صدم عمود بنفس حارتنا، حارة يعني مستحيل إنه يسرع، وصدمة السيارة كانت خفيفة ولما شفته ما كان فيه جروح بس قالوا جت الضربة على الراس. كلب المغسلة كان حلو 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 حلو. انتبهت إنه توه محلق. آخر مرة قابلته بالحوش كان بسرعة وما شفت وجهه زين. اللهم لك الحمد على كل حال وما أعترض على اللي ربي كاتبه ومؤمنة أن اللي صار له أريح من هالعيشة، بس اللي حارق قلبي إنه راح وما معاه لا أهل ولا بيت ولا فلوس ولا سيارة ولا ملابس زينة حتى. حارق قلبي إنه تركني لحالي. انتهت القصة. من رأيي الشخصي والله حتى نحترق قلبي الله يرحمه. حسبي على زوجة أبوك خليها الحين تأنيب الضمير ياكلها طول حياتها الحيوانة ذي. ودي أعرف صاحبة القصة إيش صار عليها. طب وش صار بعدين؟ يا رب مرات أبوك صار فيها شيء عشان شوية قلبي يرتاح.